بسم الله الرحمن الرحيم. تركستان الشرقية مهد الحضارات. بلاد تركستان من أعرق وأقدم البلاد التاريخية والحضارية في العالم، وأنها بلاد واسعة وشاسعة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وقد أسست فيها أكبر إمبراطوريات والدول العظيمة ابتداء من إمبراطوريات الهون، طغباجلر، كوكتوركلر، الأيغور، والدولة القراخانية والغزنوية والخارزمية والسلجوقية، بحيث أصبحت تركستان من أهم مراكز الحضارة الإسلامية والإنسانية. أخرجت تركستان الشرقية بعد تشرفها بالإسلام علماء خلدت أسماءهم في مختلف المجالات، ففي الحديث الشريف إمام البخاري والترمذي، وفي التصوف أحمد يسوي وشاه نقشبندي، وفي الفلسفة ابن سينا، الفارابي، وفي الرياضيات الخوارزمي، وفي علم الفلك البيروني وأولوغبيك، وإلى آخره الكثير من العلماء. كما خرجت من تلك البلاد ملوك ورجال الدولة عظام خدموا العلم والحضارة، من أمثال عبد الكريم صادق بغراخان، ومؤلف كتاب ديوان لغة الترك محمود الكشغري. وخرجت أيضا أكبر فيلسوفين في التاريخ التركي يوسف خاص حاجب وأحمد يكنكي. طاشكند، سمرقند، بخارى، كاشغر، شمكند، طرفان، وألمطة من أهم مدن ومحطات طريق الحرير الشهير الممتد بين الشرق والغرب عبر آلاف الكيلومترات، التي قدمت للحضارة الإسلامية والتركية الشيء الكثير. وفي نفس الوقت فإن مدن كشغر، ختن، طرفان، أقصو، وصحراء تكلمكان تعتبر لؤلؤ تركستان الشرقية. منطقة تركستان التي عرفت وذكرت دائما بالجمال والحضارة، إلا أنها منذ قرنين ونصف قرن من الزمن أصبحت تعرف وتذكر بالاحتلالات والهجمات البربرية والهمجية والمظالم والمذابح الوحشية والإبادة الجماعية والضغوطات المستمرة التي لا يتصورها عقل البشر. منطقة تركستان التي تتألف سكانها من أيغور وقزاق وقرغيز وأوزبك وطاجيك كانت أرضا واحدا يسود فيها الرخاء والسعادة والطمأنينة، ولكن الروس القيصري والصين المنجوي تقاسمتها فيما بينهما بالاحتلال، وجزأتها إلى أجزاء، وشتتها إلى شتات، وخربت ودمرت مدن طريق الحرير الجميلة المباركة التي كانت تعم فيها الحب والعطاء، وأصبح أهل تلك البلاد تئن تحت وطأة الظلم والويلات. في حين وقعت تركستان الغربية تحت احتلال الروس، أصبحت تركستان الشرقية مركز الاحتلالات للصين، وقد سمت روسيا مستعمرتها الجديدة بالآسيا الوسطى الروسية، بينما سمت الصين خزينتها الجديدة باسم سينجيانغ أو سينكيانغ، التي تحمل معنى المستعمرة الجديدة، وأدخلت كلا المنطقتين ضمن أراضي الاستراتيجية لروسيا والصين. تركستان الغربية بعد معاناة شديدة وطويلة حصلت على استقلالها عقب ما سمي باسم الحرب الباردة في أواخر القرن العشرين. أما تركستان الشرقية التي تعرضت للاحتلالات الصينية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ما زالت تعاني من وطأة الاحتلال الصيني، وأن الصين بعد إعلان ضمها تركستان الشرقية إلى أراضيها في عام 1949 للميلاد، ومنذ أكثر من 60 عاما ما زالت تصر على بقائها الغير الشرعي هناك. وكل شبر من أراضي تركستان الشرقية ممتلئ بالحضارة الإسلامية والتركية، وتعتبر صحراء تكلمكان ومدن كشغر وترفان الأثرية والبيوت المزخرفة التي تعرف باسم ألف بيت والآثار القديمة في بشمالق من أهم الآثار التاريخية الموجودة على أرض تركستان الشرقية.
تعتبر مدينة كشغر من أهم مدن تركستان الشرقية، بحيث أنها كانت تعتبر من أهم محطات طريق الحرير التاريخي، ومركزا لتجمع تجار آسيا الوسطى، ومهد الحضارة التركية بكونها عاصمة الدولة القراخانية. وما زالت كاشغر مدينة محافظة على الهوية التركية وشخصية مسلمين الأيغور، وفي نفس الوقت مدينة غامزة وحزينة في وسط آسيا الوسطى، وهي تقع على ضفاف سلسلة جبال تنري، وتجري في وسطها نهر تمن. هي دائما تذكر بالذكريات التاريخية المجيدة، لأنها أنجبت عبد الكريم ساتوق بغراخان ومحمود الكاشغري ويوسف خاص حاجب والآلاف من العلماء والعظماء والساسة. وتقع قبر عبد الكريم ساتوق بغراخان أول ملك تركي أسلم في قرية مشهد من مدينة أرتوش، التي تقع على بعد 40 كيلومترا من مدينة كشغر. وتقع قبر محمود الكاشغري على بعد 45 كيلومترا من مركز المدينة في قرية أوبال. وأعلنت عام 2008 من قبل يونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بعام محمود الكاشغري. وبهذه المناسبة أقيمت في مختلف أنحاء العالم ندوات علمية قيمة. وتمتلئ مدينة كشغر بالآثار المعمارية، وأهم هذه الآثار مسجد عتقة التي تقع في قلب هذه المدينة. وأنشئ هذا المسجد على يد المعماري سقيز ميرزا عام 1442 للميلاد، وكان أول الأمر مسجدا صغيرا. وفي عام 1787 وسعته زبيدة خانم بنفقة كل ثرواتها، وقد قام بترميمه ملك دولة الكاشغرية يعقوب بيك بدولة أواخر القرن 19. وفي عام 1962 أعلن المسجد على أنه مكان محمي لا يهدم، والقبة التي وسط سطح المسجد تجلب الأنظار إلى نفسها. وفي الأعياد يلغى الصلوات في الجوامع المجاورة لأداء صلاة العيد في هذا المسجد، وبعد أداء الصلاة تجتمع الناس حول هذا المسجد، ويضرب التبول من فوق باب المسجد إعلانا بالعيد. والتجمع الهائل أمام المسجد يفرحون ويرقصون بالإيقاعات التبولية التي في ظاهرها عبارة عن السعادة والفرح، وفي داخلها يخبأ الحزن والألم. وعلى بعد 15 كيلومترا من مركز مدينة كشغر تقع مقبرة يوسف خاص حاجب، معاصر محمود الكاشغري ومؤلف كتاب قتاد غوبيلك، أكبر كتاب فلسفة في التاريخ التركي. وزين جدران المقبرة أبيات حكيمة للمؤلف يوسف خاص حاجب من كتابه القيم قتاد غوبيلك. ومن أهم الأماكن التي يجب أن تزار في مدينة كشغر منطقة كشغر القديمة، التي تفوح منها رائحة التاريخ، وتشبه بيوت هذه المنطقة التي تعتبر أهم ميراث تاريخي بيوت أناضول القديمة، بيوت مسلسلة ومصفى ومبنية بالطوب الأحمر على طرق ضيقة توصلنا إلى أبواب ذات نقشات وزخارف التي تذكر الزائر أبواب التركية التاريخية. ومن المميزات الخاصة لهذه البيوت كون سطوحها متقاربة من بعضها البعض، وربط سطوح بعضها مع بعض. مدينة تورفان مدينة مبنية وسط الصحراء، والعجب فيها أنها مملوءة بالأشجار والزروع. وعند مشاهدة قنوات كارز المائية يقع الزائر في دهشة وحول من ذكاء ومهارة مبتكر هذه القنوات. ويعتبر الأيغور قنوات كارز من أهم عجائب العالم. وأسس الأيغور هذه المدينة وسط الصحراء
بمياه جلبوها من جبال تانري من تحت الأرض على شكل الأنفاق لمسافة تقدر ب5,000 كيلومترا. هذه القنوات حفرت تحت الأرض بعمق 100 متر لإجراء الماء بعيدا عن التبخر في الجو الذي فيه درجة الحرارة 40 درجة، وبمسافة طولها 5,000 كيلومتر. وهذا شيء أبعد من الخيال حتى في عصر التكنولوجيا. بمجرد رؤية هذه القنوات يحس الإنسان في نفسه اعتبار أهرامات الجيزة بين عجائب الدنيا السبعة من غير أن يرى قنوات كارز التي بنيت قبل 2500 سنة تعتبر بمثابة تحقير لعقل البشر. إذا أنت نظرت إلى الكارز تتحير كيف حسب حفر 5,000 كيلومتر تحت الأرض من غير أن يكون فيها إعوجاج أو خلل، وتعلم ما كان عليه الرقى والتقدم في ذلك العهد السالف. وهذه الآبار عمقها غير متساوية، ففي بداية الماء يكون العمق 90 مترا وينزل بالتساوي، ففي بعض المناطق 80 مترا، وفي بعضها 70، وفي بعضها 60، وفي بعضها 50. ويستخدم شعب ترفان الماء من عمق 10 أمتار، ويعمل كل هذا النظام بقانون الجاذبية. وهذه الآبار تشكل ذروة الكيمياء والرياضيات وعلم الهندسة. تعطي مياه جبال تانري لترفان الحياة وصحرائها، تعطي ألذ وأجود فواكه وخضروات العالم، وتعتبر عنب ترفان أحسن عنب في العالم. وكلمة ترفندا التي تستخدم في قبرص تأتي من اسم هذه المدينة. وكان شعب الأيغور من أحسن الناس في الفن أيضا، وانتشر صناع حضارة الأيغور في أرجاء البلاد التركية، بدءا من آسيا الوسطى والهند، وأخيرا إلى إسطنبول، وأبهروا في مختلف أنحاء العلم إنجازات عظيمة في أماكن تواجدهم. ولكن مع الأسف الشديد تهدم سلطات الصين الشيوعية بيوت كاشغر التاريخية الجميلة بيتا تلو الآخر، وتغير أسماءها التاريخية بأسماء صينية. وكما كتبت جريدة واشنطن بوست بتاريخ 25 مارس 2009، أجلت حكومة الصين الشيوعية بالقوة الآلاف من مسلم الأيغور من مدينة كاشغر القديمة التي كان سكانها 100% من المسلمين، وذلك بهدف توطين المهجرين الصينيين فيها. وبهذا الشكل يطرد أهالي المدينة من بيوتهم التاريخية الموروثة من أجدادهم المجيدة. وهذا التخريب للحضارة الأيغورية التي تمارسها سلطات الصين تستمر بشكل أشد في باقي مدن تركستان الشرقية الطاهرة. وإن لم يقف أحد ضد تخريبات الصين الغادرة في هذه المنطقة، فإن ضياء حضارة شعب تركستان وهويتها الدينية والقومية ليس ببعيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.